يا صباح الفل أو مساء الفل عليكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب إن شاء الله. فيديو النهاردة مختلف شوية. النهاردة هنتكلم عن دودو. دودو طلعت علينا بفيديو، طبعا احنا كنا شايفين المصيبة اللي عندها في البيت، ربنا ما يجيبهاش لحد أبدا يا رب العالمين. ان الفئران عندها بطريقة جامدة جدا، وكانت بتصور لهم فيديوهات. بصراحة انا لما كنت بشوف كنت بستغرب قوي، يعني فئران كبيرة، عارفين انتوا بعيد عن البيت وصحابه يا رب، كبيرة كده وواقفين يتعاركوا، واقفين على رجليهم وبايديهم اللي فوق دي عمالين يتعاركوا. فكان الوضع صعب، وكانت بتقول فئران بتمشي حواليها ومش عارف ايه. وطبعا احنا شفنا انها سابت الشقة وراحت ايجار جديد، وبعد كده بدأت تجيب بودرة، وقالت أنا مش هقول على مصدر البودرة ده دلوقتي، وبدأت تعالج الشقة. والحمد لله الفضلات بتاعت الفئران هي ما كانتش بتشوف فضلات كتير لحد ما انعدمت، وعملت عمرة في الشقة ومش عارف ايه. وبعد كده طلعت علينا فيديو قالت اقول لكم بقى سر البودرة اللي انا جبتها. فطبعا انا قعدت بقى اللي هو فقالت ان حد من متابعينها حد اسمه نريمان، هي مش فاكره الاسم ايه، ان حد جاء قال لها انا كان عندي في شقتي كده، والموضوع كان كتير قوي لدرجه ان كانوا بياكلوا المواتير وياكلوا الاسلاك بتاعه الغسالات والثلاجات والحاجات دي. كانت عباره عن هيكل في البيت لا اكثر ولا اقل. فالست اللي هي المتابعه ليها دي اخت فاضله مسيحيه، فقالت لها انا رحت الكنيسة وجبت من هناك البابا ادالنا يعني بودرة وتعالي معايا وشوفي بعينك ومش عارف ايه. فطبعا قالت ان انا ورحت ودخلت وخدت البودرة من البابا، وخدت البودرة ورحت صبتها في البيت ووزعتها. وجيت تاني يوم او قعدت 3-4 ايام قافله الشقه، وبعد كده جيت بصيت لقيت فيه فضلات بسيطه قوي. بعد كده رحت لواحد بتاع منظفات علشان الكبسوله، في كبسولات كده، قلت له على موضوع الفئران فراح اداني كبسولات. فانا بصراحه يا جماعه مش عارفه ايه هو سبب انعدام الفئران من البيت. يعني هي الست قالت في الفيديو انا مش عارفة هل البودرة اللي جبتها من الكنيسة ولا هل الكبسولات. الست وضحت، فطبعا قنوات النقد طلعت وهاجت وماجت وازاي وتقولي وتعملي وانتي بتعملي فتنة طائفية وفتنة مش عارف ايه، وانتي علشان دودو عدت من عليكي دي يا دودز، انك انتي قلتي انا جبت شيوخ يقروا ونصبوا عليا وبرضه ما حصلش حاجة. من ضمن الكلام اللي انتي قلتي ان البابا في الكنيسة قالك ربنا هو اللي هيساعدك، الايمان بربنا، والايمان ده موجود في قلوب مسلمين او مسيحيين او اي ملة في الدنيا. الشيوخ اللي انتي بتقولي جبتيهم دول يا دودو انا يعني مش معاكي في الحتة دي. الشيوخ دي مش شيوخ، دول ناس لابسين لبس شيوخ وبيضحكوا عليكي. يعني مفيش شيخ بيخش يقرا قرآن في بيته ويقولك هاتي 5000 جنيه زي ما انت قلتي. في واحدة جت شيخة، يعني دلوقتي الستات بقت شيوخ برضو، تمام اوكي انا معاكي، بس دي دجالة. انا مش هاخد حاجة وبعد ما يخشوا يقولولك لا احنا عايزين 5000 جنيه. استحالة، دول مش شيوخ يا دودو، فاهميني؟ فطبعا قنوات النقد قلبوا الدنيا، انتي ازاي تعملي كده؟ يعني انتي عايزة تطلعي الناس المسلمين او الشيوخ المسلمين نصابين، وعايزة تطلعي الدين المسيحي مش عارف. يا جماعة احنا اخوات. الست لجأت، كانت يعني ربنا ما يكتبه على حد الوقت ده، الواحد بيبقى عايز يسعى لأي حل، وهي وضحت أنا مش عارفة ده من البودرة ولا من الكبسولات. ففيش داعي هري بقى ونفضلوا نقولوا فتنة طائفية ودودو عملت فتنة طائفية ومش. ما تبطلوا هري بقى، أنا تعبت منكم والله العظيم. يعني أنا عاملة القناة دي عشان بص أقرفكم في عيشتكم. فين الفتنة الطائفية؟ الست بتحكي وبتقول احنا ممكن نقول لها ما دول مش شيوخ، اللي جولك دول مش شيوخ، دول دجالين. والله المستعان. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى لو اول مره تشوفوني تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بصوا حافظه كويس قوي قوي قوي. وما تنسوش بقى كده تفرفشوا لي القناه كده وتشتركوا وتشيروا، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.